اللهم صل على محمد وآل محمد. توقعات رؤية هلال عيد الفطر المبارك لسنة 2017 1438، وهذا ليوم السبت. هذا العرض التوضيحي ليوم السبت 24/6/2017. اللي باللون الأحمر نتمكن من الرؤية بسهولة. اللي في هذا اللون الرؤية بالعين المجردة ممكن إذا كانت الأجواء مثالية. هذا اللون لا يتمكن من الرؤية إلا بالمساعدات البصرية، وكذلك هنا لا يتم العثور على الهلال إلا بالمساعدات البصرية. وهذا اللون الأزرق الغامق غير قابل للرؤية، وهذا كذلك تنعدم الرؤية حتى بالمساعدات البصرية. هذا طبعا في الجزء اللي هنا باللون الأحمر، هذا اللي باللون الأحمر، وها هي قارة أمريكا الجنوبية. قارة أمريكا الجنوبية هذه يعني ممكن أن تكون الرؤية هنا في جزء من تشيلي، هذه المناطق، نصعد إلى الأعلى بيرو إكوادور، جزء من كولومبيا، وكذلك جزء من البرازيل تمكن الرؤية بوضوح. هنا الرؤية لا يتمكن منها إلا إذا كانت الأجواء مثالية. هنا الرؤية كما قلنا يتمكن من الرؤية بالمساعدات البصرية، وهذا اللون كذلك المساعدات البصرية. وهاي هنا عندنا قارة أفريقيا. هنا في قارة أفريقيا طبعا هاي المناطق اللي يتمكن من الرؤية بالمساعدات البصرية، وهنا يتمكن من الرؤية من العثور على المساعدات البصرية. هاي هنا ناميبيا، إذا صعدنا لفوق أنغولا، وهذه المناطق كذلك الغابون ومناطق الكاميرون، وكذلك نيجيريا، ولعله تكون معها غانا إلى آخره من هاي المناطق اللي مجاورة إلها. هنا هذه مناطقنا احنا، هذا البحر الأحمر، هذا هنا مصر، هاي هنا جواها السودان، هنا السعودية، هنا فوق العراق والكويت، وهذه إيران هنا وتركيا. هذه المناطق كلها تستحيل فيها الرؤيا يوم السبت إطلاقا، لا توجد رؤيا. نأتي إلى يوم السبت طبعا 24/6، نأتي إلى يوم الأحد اللي هو 25/6. هذا هنا يوم الأحد اللي هو 25/6. طبعا الرؤيا تشوفون هذا كله باللون الأحمر. كما قلنا أن اللي يكون عليه اللون الأحمر يتمكن من الرؤيا بسهولة. هذا البحر الأحمر، وهذه هي مناطقنا احنا العربية. هنا تشوفون الرؤيا واضحة يعني على هذا المرصد الفلكي. والاعتماد طبعا يكون على الرؤية الشرعية عندنا تثبت، هذا من باب الاستئناس، لكن على هذا المرصد الفلكي إن شاء الله وبالتأكيد سيكون عيد الفطر المبارك يوم الاثنين اللي هو يكون 26/6. نسأل الله أن يعيد علينا هذا الشهر الفضيل ويبلغنا عيد الفطر المبارك بالخير والأمن والإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.